ازاي تتعلم اي مهارة في 30 يوم بس؟ ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مش حابة اقول مقدمات كتيرة، حابة ادخل في الموضوع على طول، وخلونا نبدأ. ازاي نتعلم اي مهارة في 30 يوم بس؟ اغلبنا دلوقتي عايز يتعلم مهارة جديدة، بس المشكلة ان المعظم تايه، مش عارف يبدأ منين، ومن كتر المصادر الموجودة بدل ما تكون مفيدة لينا فللأسف هي بقت مصدر تشتت كبير، نسمع مين ولا مين ولا مين، وبنبتدي متحمسين جدا وبعد يومين ثلاثة الحماس بيبتدي يقل ونرجع لنقطة الصفر تاني. والحقيقة ان المشكلة مش فيك، المشكلة ان محدش بس علمنا ازاي نتعلم اصلا صح. وبعد فترة طويلة من التجربة وتعلم مهارات كتيرة جدا اكتشفت ان اي مهارة انت تقدر تتعلمها في 30 يوم بس لو مشيت فعلا بنظام صح. ومش شرط تبقى محترف في ال 30 يوم، لكن الاكيد انك هتبقى طالع فاهم المهارة دي، بتعرف تطبق وتبدا فعلا تستخدمها. والجميل في الفيديو ده بقى والبلان دي انها تنفع لاي حد عايز يتعلم اي سكيل، سواء جرافيك، مونتاج، لغه، برمجه، ترجمه، ذكاء اصطناعي، وسكيلز تانية كتير حرفيا. فخلونا نبدا واقول لكم البلان دي متقسمه ازاي. خلونا نبدأ بأول مرحلة، وهي مرحلة الفهم، وهتكون من اليوم الأول لحد اليوم الثالث. أول 3 أيام أنت مش هتكون بتتعلم، أنت هتكون بتفهم. هتبتدي تبحث وتعرف المهارة دي بتتكلم عن إيه، المهارة دي هتستخدمها في إيه، والمهارة دي السوق أصلا محتاجها ولا لأ، وهل أنت عندك شغف فعلا حقيقي تجاهها وحب إن أنت فعلا تتعلمها، ولا الموضوع مجرد ترند وعشان الناس كلها بتقولك اتعلم ده دلوقتي فانت عايز تروح تتعلمها عشان تكسب فلوس منها وبس، وانت محتاج تتعلم المهارة دي ليه؟ وهل فعلا المهارة دي بتحقق لك دخل كويس ولا لا؟ لان اكيد دي حاجة اساسية من ضمن الحاجات، ولكن ما ينفعش اقول انا هتعلم كذا عشان هو بيجيب فلوس كويسة جدا بس انا ما عنديش اي شغف تجاهه، ما عنديش اي حب اصلا ان انا اكمل في المهارة دي، فبالتالي انت عمرك ما هتوصل للمرحلة اللي تخليك تحقق الدخل اللي الناس بتتكلم عنه. الهدف من المرحلة دي انك تفهم كويس قوي وتشيل الرهبة. المرحلة الثانية من اليوم الرابع لحد اليوم ال 14، ال10 ايام دول اهم مرحلة في الرحلة. هتبتدي تختار كورس اساسي واحد بس، وركزوا معايا جدا في واحد بس. معظم الاخطاء اللي بتخلي الناس ما تكملش اي حاجة هي بتتعلمها، خصوصا انها تتعلمها مثلا اونلاين، مش حاجة يعني في المدرسة وكده لانها كده كده مجبرين، وهي التشتت، كثرة المصادر، كورس هنا وفيديو هنا وشخص هنا بيتكلم وكورس اوفلاين وكورس اونلاين. لا، انت هتختار تسمع كورس واحد بس، حد انت فاهم جدا، يعني حسيت ان انت فاهم جدا منه في اول جزء او كده، انت حسيت ان انت فاهم منه قوي وحسيت ان انت عايز تكمل معاه، هو ده الكورس اللي انت هتختاره عشان تكمل بيه. اكتر من كورس في نفس المرحلة بلاش بلاش بلاش، لان كله بيشرح بطريقة مختلفة لكن نفس المعلومة. فلو انت سمعت نفس المعلومة بطريقة مختلفة من هنا وبطريقة مختلفة من هنا وبطريقة مختلفة من هنا وانت لسه مبتدئ وبتتعلم، انت هتحس ان الموضوع صعب جدا جدا جدا. لو انت شخص محترف وبتسمع اكتر من طريقة لاكتر من شخص بنفس المعلومة، بالعكس دي حاجة هتفيدك جدا جدا جدا، وهتنمي عندك الجزئية بتاعت التفكير وان في اكتر من شخص بيفكر بطريقة مختلفة لكن الهدف واحد. لكن لو انت شخص بتتعلم، وده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، هو كورس واحد او شخص واحد اللي هنبتدي نتعلم منه او نسمع الكورس بتاعه وبس. وهتبتدي كل يوم ان انت تتعلم المهارة دي من 3 ساعات ل 4 ساعات في اليوم. لو انت عندك وقت اكتر ان انت تتعلم المهارة دي فدي هتبقى حاجة احسن، بس ركز جدا ان انت تاخد ريست ما بين الساعة والتانية على حسب انت دماغك بتفصل كل قد ايه، او بتحس ان انت عايز تاخد ريست كل قد ايه. والهدف من المرحلة دي ان انت هتبتدي تفهم الاساسيات، انت خلاص ثبت حاجات بتعملها زي عدد الساعات اللي انت بتتعلمها في اليوم، زي الشخص اللي انت بتسمع منه. انت بس في المرحله دي بتبتدي ان انت تفهم مثلا الاساسيات بتاعه السكيل دي. اي مهاره ليها اساسيات، في مهارات بتبقى الاساسيات بتاعتها حاجات نظري اكتر وكلها كلام وكلها يعني فهم اكتر، وفي مهارات تانية بتبقى الاساسيات بتاعتها حاجات اصلا عمليه وتطبيق برضو. المرحلة الثالثة من اليوم ال 15 لحد اليوم ال 25، ودي بنسميها المرحلة المكثفة، اللي بتتحول فيها من شخص بيتعلم لشخص بيبتدي يطبق وينفذ فعلا. هتبتدي تنفذ مشاريع، هتبتدي تقلد مشاريع عادي جدا بس ما تنزلهاش عندك او ما تنشرهاش، هتبتدي تعمل تغذية بصرية عميقة جبارة، وهتبتدي تشوف الانفلونسر اللي في نفس المجال بتاعك بيقولوا ايه، يعني تيبس اند تريكس. تبتدي بقى تسمع اكتر من شخص في نفس المجال اللي هما بيدوا تيبس وتريكس، بيدوا بروجكتس عملوها،
وهكذا. هتبتدي انت تسمع الناس دي، وهتبتدي تشوف مشاريع كتير، وتبتدي تعمل مشاريع وتطبق فعلا مشاريع كاملة حقيقية على اللي انت اتعلمته ده. طيب انا هطبق مشاريع ازاي؟ انا اصلا ما عنديش عميل يقول لي اعمل لي كذا علشان اعمل المشروع. في اكتر من ويب سايت بالاي اي بيديك البريف. بلاش نتكلم في ويب سايت. شات جي بي تي، لو انت رحت لشات جي بي تي وقلت له اديني بريف عن مشروع ابتدي اشتغل عليه وانا في المرحله الكذا، هيبتدي يديك البريف بالتفاصيل الممله عن المشروع مثلا اللي هو عايزه. واخيرا بعد ما تطبق هتبتدي ان انت تنشر شغلك. وملحوظه ملحوظه ملحوظه، هتنشر شغلك اللي انت فعلا اشتغلته وطبقت عليه. يعني الحاجات اللي انت قلدتها علشان تتعلم بلاش تنزلها. هو مش بلاش، هو ينفعش تنزلها عندك على السوشيال ميديا. لازم تنزل الحاجات اللي انت فعلا ابتكرتها، اللي انت فعلا عملتها، اللي انت فعلا في تغيير كبير، اللي هو دي حاجه بتاعتك انت، مش حاجه متاخده كوبي وبست من حد. لا. الجزء الرابع، اخر حاجه عايزه اقولها، وهي الاخطاء اللي هتدمر اي خطه تعلم انت ممكن تعملها في حياتك. اول حاجه التشتت زي ما انا اتكلمت عنه في الاول. تاني حاجه ان انت يبقى عندك اكتر من مصدر، وهو نفس فكره برضو التشتت. وعلى فكره التشتت مش شرط يكون برضو في كثرة المصادر، هو ممكن يكون ان انت تتعلم المهارة دي اصلا، ولا تتعلم مهارة تانية، ولا تتعلم مهارة تالتة. عشان كده حطيت لكم اول 3 ايام او اول مرحلة ان انتوا تبدأوا ما بتتعلموش، انتوا بس تفهموا المهارة دي بتعمل ايه، وانا هستفاد منها ايه، وانا اصلا بحبها ولا لا، وهل هي فعلا السوق محتاجها ولا مجرد صدى صوت على الفاضي. تالت حاجة المثالية، ما ينفعش ناخد حاجة واحنا بنتعلم كان نشوفها بيرفكت ولا لا. ابدا ابدا يا جماعه، اوعوا تعملوا كده. رابع حاجه، ما تقارنوش نفسكم بحد. المقارنه بالاخرين من ضمن الحاجات اللي بتقتل اي خطه تعلم ممكن تعملوها. الشخص اللي انت شايف شغله دلوقتي وعاجبك جدا وبتقول انا ليه مش كده، انت ما تعرفش هو بدا امتى، هو مر بايه، هو اتعلم ازاي، وطريقه تعلمه كانت ماشيه ازاي. فما ينفعش احكم على حد، انا بحكم على نفسي وبقارن نفسي بنفسي امبارح، انا عملت ايه النهارده وهل انا احسن ولا لا. وفي النهايه خليني اقول لكم حاجه بمنتهى الصراحه، في ال 30 يوم بس انت مش بس هتتعلم مهاره جديده ولا هتكون شخص جديد، انت هتبقى شخص مختلف، شخص فاهم، شخص فعلا واثق في نفسه والتزم على حاجه وتحدى نفسه في حاجه وفعلا عملها، وشخص بدأ يشق طريقه فعلا. ولو حابين اعمل لكم السلسله دي في تطبيق على مهارات مختلفه فقولوا لي في الكومنتس. وبس كده، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، وان شاء الله الفيديوز الجايه هنزل لكم بلان كامله لتعلم كل مهاره، يعني هنخلي كل مهاره في فيديو، وبرده هنتكلم عن اكتر من مهارات. هنتكلم عن مهاره الاي اي، وهنتكلم عن المهارات التانية ازاي تتعلموها بالتفصيل. فما تنسوش تكتبوا لي في كومنت عايزين تتعلموا ايه وهتبداوا تتعلموا بايه، وتعملوا سبسكرايب. وبس كده.